سويسرا، بلاد السوايع، الشوكولات والنظام. هاد الدولة اللي كتعتبر رمز للدقة والكمال في العالم كامل، والسيستم ديالها مبني على قوانين مضبوطة لدرجة أنهم كيحسب لهم باللي مستحيل تخترق. شنو غيوقع إلا قلت لكم باللي هاد الدولة العملاقة والمنظمة كان مخبي وسط المجلدات القديمة ديالها واحد ثقب أسود قانوني خطير؟ ثقب خلى شاب واحد بذكاء هادئ وبلا ما يهز سلاح يزعزع هيبة الدولة ويخلي البرلمان السويسري كامل في حالة استنفار. تخيل معايا شاب في الثلاثينات من عمره كيجري في عروق ودم مغربي وسويسري، سميتو جوناس لاوفينر. هاد الشاب ما مشاش يقلب على طرق النصب المعروفة أو يزور وراق، بل مشى نيشان لقلب الكود باش مسيرة سويسرا. مشى للقانون المدني، لقى مادة قانونية منسية غطاها الغبار، مادة خلاتو يفيق الصباح ويقول للعالم أنا ملك سويسرا، وهاد الأراضي اللي نتوما واقفين عليها ولات ديالي بالورقة والقانون. حنا دابا ما كنهضروش على مجرد شو في السوشيال ميديا، حنا كنهضرو على 151 عقار ومساحة كتوصل ل 117 ألف متر مربع من أغلى الأراضي في أوروبا. تحولات لملكية هاد الشاب بقوة القانون. كيفاش قدر تقني بسيط من أصول مغربية يلقى القالب اللي غفلوا عليه كبار المحامين والسياسيين السويسريين للقرون؟ وعلاش السلطات السويسرية دابا في 2026 واقفة مصدومة وما عارفة منين تشدو، لدرجة أنها مضطرة تبدل قوانين الدولة كاملة غير بسبابه. هاد الحلقة غتديكم لوسط كواليس أكبر عملية استحواذ قانوني في التاريخ الحديث. اليوم غنحكي لكم القصة الكاملة والمثيرة ديال جوناس لاوفينر، الملك اللي لقى الثغرة في السيرفر ديال سويسرا وقلب الحسابات كاملة. بيان الحقيقة كيبدا من واحد السمية اللي ولات كترعد الإدارات في بيرن، جوناس لاوفينر. هاد الشاب اللي تزاد في منتصف التسعينات بمدينة انترلاكن كبر وهو كيشوف العالم بمنطق مختلف، دقة السويسريين والذكاء والنباهة اللي ورثها من مو المغربية حبيبة. جوناس ما كانش محامي ولا قاضي، بل كان تقني في البرمجة والأتمتة، وهذا التكوين بالذات هو اللي خلاه يتعامل مع نصوص القانون كأنها سيرفر فيه أخطاء برمجية خاص غير اللي يلقاها. الشرارة الأولى شعلات ملي جوناس قرر يغوص في أعماق المجلدات الضخمة ديال القانون المدني السويسري. وسط الآلاف ديال الفصول والمواد عينيه وقفات على واحد النص مهجور ومغبر، هو المادة 658. هاد النص القانوني كان كيهضر على وضعية غريبة للأرض كيتسمى الأملاك التائهة، يعني العقارات اللي ما عندهاش سيد أو مالك مسجل في الأوراق الرسمية. القانون السويسري في هاد النقطة كيعطي الحق لأي مواطن يحط يدو على هاد الملكية إلا تبت أنها سقطات من السجلات وما بقات تابعة لا للدولة ولا للخواص. عوض ما يضيع وقته في الأمور العادية، جوناس حول حياته لرحلة بحث بوليسية وسط الأرشيفات العقارية والخرائط الطبوغرافية القديمة. كان كيقضي ليالي كاملة كيقارن بين السجل العقاري والواقع، كيقلب على هذيك القطع المنسية اللي خرجت من حسابات البلديات وبقات معلقة في الخلاء القانوني. هذيك هي اللحظة اللي فهم فيها جوناس أن المملكة ديالو ما غتبناش بالسياسة أو الوراثة، بل غتبنى من وسط الرفوف اللي غطاها الغبار، ومن قلب فراغ إداري ما رد ليه حتى لواحد البال لعقود طويلة. بمجرد ما لقى جوناس الثغرة القانونية ما بقاش جالس وسط الكتوبة، بل نزل الميدان وبدا كينفذ الخطة ديالو بكل برودة دم. هاد الشاب ما مشاش يشري فيلا فخمة أو طوموبيل فاخرة، بل أول حاجة دارها هي أنه شرى مدرعة عسكرية ضخمة. هاد المدرعة ولات هي الوسيلة باش كيتحرك وسط القرى السويسرية الهادئة، والرسالة كانت واضحة من الأول: أنا هنا باش نفرض السيادة ديالي وماشي باش نلعب. العملية
كانت كتمشي بدقة بحال شي ساعة سويسرية. جوناس سجل 151 عقار بسميتو رسميا، مساحات شاسعة وصلت ل 117 ألف متر مربع. هاد الأراضي ما بقاتش غير بقع ميتة في الأوراق، بل ولات هي حدود مملكة سويسرا اللي علن عليها ونصب راسو ملك عليها. الصدمة الكبيرة كانت هي ملي بدا كيمارس السلطة ديالو فعليا. تخيل أنك مواطن سويسري مولف كدوز من واحد الطريق يوميا، حتى كتلقى هاد الشاب حبسها ليك وكيقول هاد الطريق ولات ملكية خاصة تابعة لمملكتي، وإلا بغيتي تدوز خاصك تخلص رسوم الصيانة أو ضريبة المرور. الجيران والبلديات لقاو راسهم قدام وضع سريالي. ملي كيجيو البوليس باش يوقفوه أو يحيدوا ليه الحواجز اللي كيدير، جوناس ما كيهربش وما كيغوتش، كيجبد ليهم رزمة ديال الوثائق المصادق عليها من طرف الإدارة العقارية السويسرية. السيد كان كيدفع الضرائب والمصاريف القانونية لكل شبر خدا، وهذا الشيء خلى السلطات بحالة عجز قانوني تام. هما عارفين باللي هذا قالب، ولكن النص القانوني كان في صف جوناس. تحول من مجرد مبرمج بسيط لشبح قانوني كيطارد هيبة الدولة وسط أراضيها، وكيثبت للجميع أن اللي كيمتلك المعرفة يقدر يملك الأرض ويقدر يفرض قانونه الخاص حتى في بلاد هي المنبع ديال القانون والنظام. التحركات اللي دارت جوناس خلات الحكومات والبرلمانات السويسرية تدخل في حالة استنفار حقيقي. الملف ما بقاش محبوس في مكاتب البوليس المحلي، بل وصل للمستوى السياسي العالي في كانتونات بحال بيرن. المسؤولين السويسريين اعترفوا باللي كاين مشكل حقيقي في الطريقة باش مسيرين بها سجلات الأراضي، وبدات حاليا في 2026 إجراءات رسمية باش يغيروا المادة 658 من القانون المدني. هذا التعديل الهدف منه هو سد طريق نهائيا قدام أي واحد يحاول يطالب بملكية أراضي مجهولة المالك في المستقبل. الصحافة العالمية بحال BBC والشرق الأوسط نشرت تقارير مفصلة على القضية، وهذه التغطية حطات النظام الإداري السويسري في موقف محرج. القصة بينات باللي كاين فراغ في النصوص القانونية اللي كترجع لعشرات السنين، وهذا الشيء خلى المؤسسات السويسرية تبدا عملية جرد شاملة لكل شبر من الأراضي باش يتأكدوا باللي ما بقات حتى مساحة واحدة خارجة على سيطرة الدولة أو مسجلة بطريقة يقدر يستغلها شي حد آخر. السلطات القضائية بدات حاليا كتجمد بعض التسجيلات العقارية اللي دارها جوناس، وكيحاولوا يلقاو أخطاء في المساطر الإدارية اللي تبعها باش يلغيو ليه الملكية. في نفس الوقت البلديات اللي كيتواجدوا فيها هاد العقارات رفعات عليه دعاوى قضائية بتهمة عرقلة المصالح العامة وفرض رسوم بدون ترخيص قانوني من الدولة. هاد المواجهة القانونية فرضات على سويسرا دير تحديث جذري للمنظومة العقارية ديالها كاملة، وجوناس لاوفينر بقوة الملفات والوثائق اللي جمع خلى الدولة تراجع أوراقها وتعيد النظر في قوانين كانت كتحسبها ثابتة وما غتغيرش دابا. الملف وصل للمحاكم الكبرى في سويسرا، والمعركة تحولات لمواجهة مباشرة حول تفسير حرفي للنصوص القانونية. جوناس لاوفينر كيرفض يتنازل على الأراضي اللي سجلها، وكيقول باللي أي محاولة لسحبها منه هي اعتراف رسمي بفشل القانون السويسري، وبالنسبة ليه هو طبق الكتالوج الإداري ديال الدولة، وإلا كان كاين شي غلط فالدولة هي اللي خاصها تخلص ثمن الثقة الزايدة في النظام ديالها. الحكومة السويسرية من جهتها بدات كتسابق الزمن باش تفرض حالة استثناء قانونية على الحالات اللي لقاها جوناس. هاد التعديلات الجديدة اللي دخلت على الدستور العقاري ولات كتفرض على أي مواطن باغي يمتلك أرض مجهولة مساطر معقدة لدرجة الاستحالة، وهذا الشيء باش يضمنوا أن قالب لاوفينر يبقى حالة فريدة وما يتعاودش. جوناس دابا محاصر بقرارات تجميد التصرف، يعني واخا الأراضي في سميتو ما عندوش الحق يبيعها أو يبني فيها حتى تحسم المحكمة في شرعية الطريقة باش وخداها. على المستوى الشعبي القصة قسمات الرأي العام السويسري والأوروبي، كاين اللي كيطالب بسجن جوناس بتهمة تهديد الأمن القانوني، وكاين تيار آخر كيشوف باللي هاد الشاب قدم خدمة للدولة ملي كشف ليهم ثقوب سوداء
كانت تقدر تستغلها عصابات دولية أو جهات خارجية للسيطرة على عقارات حساسة. جوناس حاليا كيعيش تحت الأضواء، متبع أطوار المحاكمة ديالو ومستمر في نشر بيانات من مملكته الافتراضية، معتبرا أن المملكة الحقيقية هي معركة وعي بالقوانين اللي كتحكمنا. النتيجة النهائية لهذا الصراع غتحدد مستقبل الملكية العقارية في سويسرا كاملة. إلا ربح جوناس فهذا كيعني أن الدولة خاصها تعوضو بملايين الدولارات مقابل استرجاع الأراضي، وإلا خسر فغيكون سد الباب وراه على واحد من أغرب الفصول في تاريخ القانون المدني الأوروبي. في كلتا الحالتين جوناس لاوفينر نجح في أنه يفرض سميته كواحد من أذكياء الهندسة القانونية في العصر الحديث. قصة جوناس لاوفينر كتبين لنا باللي المعرفة الدقيقة بالقانون تقدر تكون أقوى من أي سلطة أو ثروة. هاد الشاب اللي كيجري في عروقه دم مغربي وسويسري ما اكتفاش بوضع اجتماعي عادي، بل قرر يقلب في العيوب المنسية ديال واحد من أرقى الأنظمة في العالم، وقدر يثبت بالدليل والبرهان أن الثغرة كاينة دائما، خاص غير اللي يلقاها. اليوم سويسرا كتعيش مرحلة ما بعد الملك جوناس، مرحلة خلات الدولة تعيد النظر في كل ورقة وكل مادة قانونية كانت كتحسبها ثابتة. القصة ديالو غتبقى مسجلة في تاريخ القضاء الدولي كواحدة من أغرب حالات الاستحواذ القانوني، وكتذكير باللي العالم الرقمي اللي كنعيشو فيه حاليا مازال مخبي وسط طياته أسرار قانونية تقدر تقلب الموازين في أي لحظة. جوناس لاوفينر بذكائه وفلسفته الخاصة ما بناش غير مملكة من الأراضي، بل بنى قصة غيتفكروها الأجيال كدرس في كيفية مواجهة السيستم بنفس سلاحه. في نظركم واش اللي دارو جوناس كيتسمى دهاء وذكاء وقوة في فهم القانون، ولا استغلال لغفلة الدولة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.